صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معانا 25 قرش اللي احنا بنسمى الربع جنيه المخروم. 20 قرش. جمهورية مصر العربية 1993، 1413. زي ما احنا شايفين اهي. قطعة تم إصدارها في بداية التسعينات، 93. ودي العملة المعدنية المصرية الوحيدة اللي فيها زي ما بتسمى كده خرم، يعني في البلد. في عملات تانية أجنبية كده، لكن دي العملة المصرية الوحيدة. في مليم مصري قديم كده. العملة دي طبعا لو بحالتها اللي هي معايا دي، بالحالة اللي هي معايا دي، اللي هي بتسمى شعبي يعني. دي الحالة دي بتسمى حالة شعبية، لأنها مش أنصر ولا حاجة. زي ما احنا شايفينها كده، دي الحالة دي بتسمى شعبي. اهي مثلا كده، دي كده، دي كده شعبي اهي. القطعة الواحدة منها الحالة اللي احنا بنسميها شعبي دي، لا تزيد في أي من الأحوال عن 3 جنيه. ما بتزيدش عن 3 جنيه. القطعة دي سعرها لا يزيد عن 3 جنيه. طبعا هي لو بلمعة السك ممكن توصل سعرها ل5 جنيه. وطبعا لو هو الصباع كامل اللي هو بيبقى فيه 10 قطع، ده حضرتك ممكن تشتريه بسعر أعلى. طبعا هي 10 قطع في 25 قرش، يعني 2 جنيه ونص. انت ممكن تشتريه بسعر أعلى عشان يبقى الصباع كامل ومقفول، يعني انت طبعا كلكم عارفين شكله. برضو نرجع نكرر إن أي عملة حالة سعرها بتحدد حسب ندرتها وحسب حالتها. طبعا السك من العملات دي كان كتير جدا في 92 و93 بكمية أكبر. يعني الكمية اللي معايا هنا كلها 93، أنا هنا ما معيش 92. المجموعة دي ما معيش فيها 92. هي عموما العملة دي حاليا غير متداولة، وزي ما قلنا إن سعرها الشعبي زي الحالة اللي معايا دي سعرها لا يزيد عن 3 جنيه. طبعا حضرتك لو معاك عملات عايز تبيعها دي، طبعا حضرتك تتوجه لسوق ديانة زي ما قلنا خلف بنك فيصل الإسلامي، في شارع 26 يوليو، بيعقد كل يوم سبت. نتمنى إن حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتشتركوا. وأي حاجة تانية ممكن تسألوا عليها بخصوص العملة دي أو أي عملة تانية تحت الفيديو.
إلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله. نقول بس حاجة بسيطة، هي العملات دي ممكن سعرها يعدي 100 جنيه في حالة واحدة بس. يعني مثلا يطلع يكون فيها خطأ سك، يطلع الوجهين مثلا مكتوب عليهم هنا، يعني الوجهين يكونوا كده مكتوب عليهم جمهورية مصر العربية 1000 وكده كده، أو يكون الوجهين مكتوب عليهم نفس الكلام ده. يعني يكون الوجهين كأنهم مش وش وظهر، كأنهم حاجة واحدة، يعني يكون خطأ سك، يكون حاجة واحدة. انت ممكن توصل ل100 و400 كمان. في حالة لو وجود خطأ سك، إن يكون مثلا الوجهين عليهم جمهورية مصر العربية، أو طبعا والتاريخ، أو يكون الوجهين عليهم هو 25 قرش. ده يكون وجهين مفهوم، مش وش وقفة كده زي ما احنا شايفين، لا يكونوا الاتنين وش واحد، مش مختلفين يعني. ده في الحالات دي طبعا اي حالات نبقى يعني نبقى خلينا واخدينها مبدأ مع بعض كده. اي اخطاء سك بتضاعف الاسعار اضعاف كبيره جدا. لكن هنا دي طبعا ما فيهاش اي اخطاء سك، فزي ما قلنا سعرها ما بيزيدش عن 3 جنيه. ولو هي فيها لمعه السك بتوصل 5 جنيه. وهو الصباع لو كامل من انت حضرتك بتشتريه حسب التفاوض، بس برضه سعره مش هيبقى غالي قوي يعني. مش هيبقى غالي قوي برضه، عشان مهما كان يعني، لان هو في منها كتير. زي ما قلنا هي اخطاء السك فقط هي اللي بترفع القيمة. لو قلنا هنا في خطأ سك مثلا، الوجهين نفس الكلام، ويمكن هو ده اللي في خطأ سك، هي دي اللي ممكن توصل من سعرها 100 و400. إلى اللقاء، ونرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك وسبسكرايب للفيديو. مع السلامة.